تعرف عفروتو؟ لا مش بتاع الراب، انا اقصد لعيب الكرة اللي اسمه عفروتو. تعال اقول لك على عفروتو اللعيب لو ما كنتش تعرفه، وافكرك بيه لو كنت تعرفه. مصطفى محمود الشهير بعفروتو لاعب الاهلي السابق واللي اتألق بشكل كبير جدا مع منتخب مصر للشباب. عفروتو بدأ مع منتخب الشباب في كأس العالم 2009 وسجل هدفين في اول ماتش، وكان باين انه عنده موهبة كبيرة جدا. لعيب مهاري بيرقص اي حد، وكمان مميز في الفاولات عشان يتصعد مع الاهلي سنة 2010 ويبدأ يلعب مع الفريق ماتشات كتير في الدوري. وفعلا ظهر عفروتو بشكل كويس مع الاهلي وكان بيسجل اجوال وبيرقص لعيبه كتير، لكن تألقه ما كملش كتير وراح الاتحاد السكندري اعاره في 2011. بعدها بدأ مستواه يتراجع واتنقل بين شويه انديه في مصر وبره مصر زي المقصه ودمنهور والاسماعيلي والشرقيه والانتاج الحربي، وبره مصر في اوزبكستان وعمان. بعد كده خد لفه مع انديه الدرجه الثانيه زي الفيوم ونجع حمادي ودايموند. عفروتو كان لعيب اشول ورجله الشمال كانت مميزه جدا وبيرقص بيها اي حد، وكانت اشهر لقطه ليه لما كان بيلعب مع دمنهور وجاب جول في الاهلي وبعدها قعد يعيط في الملعب. وفضل عفروتو يلعب كوره لحد سنه 2024 واعتزل وهو عنده 35 سنه، ودلوقتي بيظهر يحلل ماتشات الدوري. وبشكل عام عفروتو لعب مع كل الفرق في الدوري المصري 96 ماتش وسجل 9 اهداف. عشان تكون مسيره عفروتو زي مسيره كتير من اللعيبه في مصر اللي بتطلع طلعه جامده قوي وبعدين يختفوا واحده واحده لحد ما يعتزلوا.